هو يبان فيديو عادي وملوش اي لازمه بالنسبه لناس كتير، بس بالنسبه لي انا كمامي لا ليه لازمه ونص. بنتي بقت بتقول الحروف اللي ما كانتش بتعرف تقولها، انا مبسوطه بيها جدا وفخوره بيها جدا. انا طالعه اقول الكلام ده وهي مش معايا. انا هطلعها دلوقتي معايا تقول بسرعه جدا الحروف عشان ما بقاش مطوله عليكم، واتمنى ان انتوا تبقوا فخورين بيها زيي، وهي اكيد هتتبسط بحاجه زي كده. انا اصلا مبسوطه بيها. ثواني وهجيبها معايا في البيت. واخيرا القمر بتاعنا جه. يلا يا توتيه قولي لهم. احنا كنا بنقول، احنا ما كناش بنعرف نقول حروف ايه. كاف، شاطره، جيم، برافو، قاف، برافو شطوره. طيب قولي لهم كده كلب. كلب، قولي لهم قطه. قطة، شطوره. قولي لهم جدو، جدو، عشان كان عندنا مشكله كنا بنقول ددو مش جدو. ابني بطل مصر، بطل مصر، بطل العالم. لا عارفين ان احنا البلد الديم ديم هي كانت دي، بس الحمد لله كل ده اتعدل، وانا فخوره جدا بيها ومبسوطه قوي بيها. ممكن يبقى باين لناس كتير ان هو فيديو عادي، بس انا بالنسبه لي مش عادي جدا، مش عادي خالص، ومهم قوي 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 قوي. لازم يا جماعه نبقى فخورين باولادنا بكل حاجه يعملوها حتى لو هي تافهه بالنسبه لناس كتير، بس بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لاولادنا هي مش تافهه خالص. وهم اكيد بيبقوا مبسوطين بكل حاجه احنا بنقولها او كل حاجه احنا بنعملها عشانهم، واكيد هي هتبقى مبسوطه بحاجه زي كده. واتمنى تشجعوها عشان احنا لسه في حاجات كتير هي مش بتعرف تقولها. يعني انا لو قلت لها قولي كتكوت دلوقتي مش هتعرف تقولها. قولي كتكوت تتوت، مش هتعرف تقولها، لسه بنتعود. اتمنى ان انتوا تشجعوها، ويا رب ما اكونش طولت عليكم.